السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يرقد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني، سلطان الأولياء وشيخ العارفين وإمام العلامة الكبير المفتي على المذهبين الشافعي والحنبلي في زمانه أيها الأحباب، الباز الأشهب محيي الدين قطب بغداد، مؤسس الطريقة القادرية في العالم الإسلامي. ولد هذا الشيخ المبارك في يوم 11 من ربيع الثاني سنة 470 للهجرة، ثم وكان في هذا الموقع يدرس 13 علما من العلوم الشرعية، وهو القائل: درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. هكذا قال سيدنا الشيخ عبد القادر. ثم بعد علومه غادر بغداد إلى الصحاري والوديان والجبال، قضى فيها 25 عاما، ثم عاد إلى مدرسته ليعلم الناس الدين والزهد والورع. وكان يقول: يا غلام، امشي تحت ظل الكتاب والسنة، امشي تحت ظل الكتاب والسنة، فإن فعلت فقد أفلحت. عاش هذا الشيخ المبارك 91 سنة في العلم والزهد والتقوى، وتعليم الناس الزهد والتقوى والعلوم الشرعية وخدمة المسلمين. وتوفي هذا الشيخ في هذا المكان المبارك، دفن هنا ضريحه، والحمد لله رب العالمين.